لما حد بيجي ياخد رأيك في حاجة، بتبقي أستاذة وتعرفي تساعديه ازاي يفكر وازاي ياخد قرار. بس لما بيجي الموضوع عندك، بتلاقي في عندك صوتين، حد يقولك اعملي وحد يقولك لا 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 اوعي تعملي كده. فاكرين توم وجيري لما كان بيبقى عنده قط شرير وقط طيب؟ الصوتين دول بيبقوا جوانا. طب انا ليه الحيرة دي بقع فيها؟ هل مثلا ان انا ما اعرفش افكر؟ طب ما انا بساعد غيري وافكر معاهم. اشمعنى عندي الدنيا بتقف؟ عندي خوف ان انا اخد قرار في حياتي، بخاف ان انا اتحمل مسؤولية نتيجة اختياري. فبفضل واقفة اقول ايه، لا لا، اشوف حد تاني يجي يشيل ليلة مكاني. اخد رأي حد، اسأل ماما، اسأل صاحبتي، اسأل اختي، اي حد يقول لي اعمل ايه، بدل ما انا اخد القرار واشيل انا المسؤولية. وده مش ضعف تفكير، ولا ان انت ما انتيش ذكية، ولا ان انت ما بتعرفيش تتصرفي، ولكن هو خوف من تحمل المسؤولية والنتيجة. عشان ما تدخلش في دايرة من الجلد الذات، انت اللي اخدت القرار وانت اللي عملتي كده، انا عايزة اشوف حد تاني هو اللي يشيل الليلة دي. طيب، الرسالة ليكي هنا ايه؟ انك محتاجة تسمعي نفسك وتفهمي نفسك وترحميها شوية من جلد الذات. الحاجة التانية، ان انا محتاجة اشوف ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل وازاي هتعامل معاها، وايه احسن حاجة ممكن تحصل واتعامل معاها. لما اشوف اسوأ حاجة واحسن حاجة، بقدر ساعتها زي ما بنقول بحضر خطة دفاعية تساعدني للتعامل في الموقف ده او في الموقف ده. لان احيانا لما بيحصل احسن حاجة برضو بنعرفش نتصرف. احنا بنقفش بس احيانا عند اسوأ حاجة، احنا بنقف هنا وبنقف هنا. فانا محتاجة اسمع نفسي اكتر وافهم اكتر، واخد خطوة ان انا اكسر خوفي من ان انا مش عارفة اتحمل مسؤولية قرار انا خدته. حطي القرار قدامك وشوفي اسوأ حاجة وشوفي احسن حاجة، وازاي هتعامل هنا وازاي هتعامل هنا. ودربي نفسك على اتخاذ قرارات بسيطة في حياتك وتحمل نتيجة مسؤوليتها. ده هيساعدك ويدربك انك تاخدي قرارات بعد كده في حاجات اكبر، وكمان هيزود ثقتك بنفسك ونقلل شوية صوت جلد الذات. شاركيني بقى، بتساعدي مين بره وبتيجي عندك وتقفي مش عارفة تاخدي قرار؟ ولو محتاجة مساعدة، جلسات الكوتشنج هتساعدك جدا ازاي تطوري نفسك في الجزئية دي، وازاي تعرفي تاخدي قرار وتتعاملي مع نتيجة القرار ده. انا لايف كوتش نهى ميدان، ويومك جميل.